لك حاجة أقول لك حاجة، مم. سد المايك، سد المايك أنت والمتفائلة عشان ما تشوشوش علي. أيوة، شوف. اليوم أنا كنت في اليوتيوب وطلع واحد مغربي قال كلمة والله أنها في الصميم، وهي جديرة أنني أذكرها لكم اليوم. قال والله يحمد الله الجزائريين كلهم 40 مليون جزائري يحمدون الله على نعمة الملك محمد السادس. قلت له كيف؟ قال الجزائريين يحمدون الله على نعمة الملك محمد السادس وعلى نعمة الملكية في المغرب. قلت له ليش يحمدوا الله؟ قال والله يا أخ سعد، تخيل. قال لي كلام مقنع، والله كلام مقنع، وأنا سأقصه كذا لوحده وأنزله هنا في اليوتيوب في التيك توك. قال والله يا أسعد، لو أن حكامنا في المغرب بنفس عقلية شنقريحة وبنفس عقلية تبون وعقلية العسكر، أولئك العسكر الذين يحكمون هذا البلد، لكانت البلدين قد ذهبتا إلى الجحيم ودخلوا في حروب طاحنة. لكن لدينا ملك حكيم يصبر، يتجاوز، يتركهم في غيهم، هم يشطحوا وينطحوا وهو يشتغل في التنمية وفي البناء. قال تخيل أنه ملكنا أو قيادتنا العسكرية في المغرب بنفس عقلية شنقريحة. قال كل يوم تلاقي حرب. قال والله كل يوم تلاقي حرب تأكل الأخضر واليابس، تأكل الجزائريين والمغاربة معا. لذلك على الجزائريين قبل المغاربة أن يحمدون الله على نعمة الملك محمد السادس. والله أنه دخل مخي هذا التفسير. تخيل، دخل مخي وحسيت أنه كلام مقنع. لأنه لو المغاربة بنفس عقليتكم قيادة وشعبا على فكرة ليس الشعب فقط، لو أن المغربي يفكر بنفس عقلية الجزائري، أقسم لكم بالله يمكن تضيق الأرض عليكم، ما تقدروا تعيشوا. لكن سبحان الله يا أخي، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أنتم هائجين والمغاربة عاقلين، يمتصوا غضبكم، يسايروكم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنتم تجنحوا للحرب وهم يجنحوا للسلم، أنت تجنح للقطيعة وهو يجنح للتقارب، أنت هو يقول لك تعال يا تبون ننسى الماضي وأنت تقطع الحدود. فبالتالي فعلا عليك أنت أولا هنا داخل اللايف وعلى كل الجزائريين داخل الجزائر أن يحمدون الله على نعمة الملك محمد السادس. تعرف ليش؟ أخيرا يعني حتى لا أخذ حقك في الكلام وسأعطيك حقك، أنا لن أصادر لك حقك. أنكم داخلكم أنتم الجزائري الذي هو بكامل قواه العقلية ويملك عقله، والله أنه يحترم الملك محمد السادس، يحترمه. شوف، أنا من الناس اللي ربما أنتقد سياسات الدولة أو الملكية في المغرب، لكن من ناحية الخلق والسلم والحكمة لولاه والله ما يقدروا يعيشوا أهلك داخل الجزائر. شوف بس أنا أضرب لك مثال واضح، المفروض تخجلوا أنتم كجزائريين أنكم تعادون الملك بهذا الطيبة. والله يخجل الجزائري الحر الشريف أنه يعادي ملك لم يؤذيه أبدا، ما آذاكم يا أخي. من سمات ملوك المغرب. سامحوني طولت شوية، بس لا حد يفتح ميكروفون، أنا مسترسل وعندي فكرة لازم أوصلها، وحقكم كلكم مضمون في الكلام. من شوف كم أنتم تعملون ليل نهار على تشويه المغرب وتحريض الجزائريين على المغاربة وخطاب الكراهية، بينما هم من أيام الملك محمد الخامس إلى ابنه الملك الحسن الثاني إلى ابنه الملك محمد السادس لا يوجد لا خطاب إعلامي ولا خطاب في الدولة ولا شيء يقولوا لهم اكرهوا الجزائريين، الجزائريين سيئين أبدا. خلوهم كذا على الفطرة، طلعوا دايرين النية. بينما أنتم أنظمتكم من عند بو خروبة هذاك القدر إلى عند تبون، وأنتم خطاب كراهية، خطاب كراهية، المروك 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 المروك. يا أخي ملوك، تحس إنهم ملوك عندهم أخلاق، إنه يعني تحس إنهم من تربة ذلك البلد، تحس إنهم أصلاء، أصالة. والله أنا لما أشوف مثلا الملك محمد السادس أحطه قدامي وأحطه تبون، أحس ما بين الأصالة والتقليد. الأصيل الذي جينته نظيفة والمهجن هذا الفرنسي هذا إلى الآن الملك محمد السادس لا يدعم أي فصيل انفصالي داخل الجزائر. يا أخي خجلوه،
خجلوه خجلوه، خلوه عندكم حمرة خجل. انت ميزانيتك انت الجزائرية، ميزانيتك وغازك واكلك وشربك يذهب لابراهيم غالي وللبوليزاريو دعم لا محدود. علشان ايش؟ توجدوا بؤرة فاسدة داخل المغرب وتقسموا الارض. الى الان ملك المغرب لا يبادلكم بنفس الطريقة، ولديه خيارات. اذا انت ما عندك الا البوليزاريو، هو عنده الازواد والقبائل والطوارق والجن والمعارضين داخل. إلى الآن لم يثبت على المغرب ولا 1% أنها استخدمت واحدة من هذه الفصائل الانفصالية كي تعاملكم بالمثل. تعرف أقول لك حاجة يا صاحبي، أنت الجزائري وكل الجزائريين يسمعوا هذا الكلام، والمغاربة يعرفون أنني لا أتزلف ولا أنافق. أقسم بالله العظيم أنني ما أحببت ملوك المغرب وأكبرتهم وأجللتهم إلا عندما رأيت كيف أنهم يتعاملون معكم بأخلاقهم، وأنكم تتعاملون معهم بلا أخلاق. أعجبوني يا أخي. أنا أختلف معهم في أمور، نختلف في التطبيع، نختلف في أمور، لكن في أخلاقهم وفي سماتهم وفي تسامحهم، وكيف أنهم يتجاوزون عنكم، ينظرون إليكم كالإخوة العاقين. حتى إلى الآن لا يعتبرونكم أعداء. يعني على مستوى الدولة المغربية لا يوجد أي تصريح لا الملك ولا الرئيس ولا الوزير ولا حتى أي واحد في الحكومة يقول أن الجزائر عدو، ما يعتبروا. بينما أنتم تعتبرون العدو الوحيد في هذا الكون. في هذا الكون أنتم ما عندكم إلا المغرب، المروك عدو. كيف ما أحترمه يا أخي؟ كيف ما أحترم الملك محمد؟ والله أنه يحتاج تعظيم سلام. سير عندك الميكروفون، قول. أولا وقبل كل شيء، أنت قلت على بودر، أظن أنك أنت القادر وليس بومدين. حنا نعرفوا الحسن تاني في خطابه واش كان يهضر. قادر 60 قدر وأنا لست قادرا. أنت اللي قادر ماشي بومدين، ماشي قادر، أنت اللي قادر. لحظة خليك. أنا لم أقتل. أنت اللي طبل للصهاينة، أنت من تطبل للصهاينة. لا أنا لحظة اصبر. القادر هو من يطبل للعدو الكافر. قادر ابن قادر هو وسافل. أنت القادر وليس هو. هو لم يطبع للكيان الصهيوني. هو القادر. أنت تطبل للكيان. أنت أكبر متصهين، أنتم أبو خروب هذا، أنتم أكبر متصهين. أنت بعت أخلاقك. أنت أكبر مطبع. يا أخي بعت كرامتكم، بعت عقلك. أنت عقلك بلا عقل. أنت تطبل للمطبعين. والله مشينا. أنت تطبل للمطبعين. أنت تأكل لحم حمير، من أين ستفهم أكلك أكل حمار؟ أنت كيف ستفهم؟ أنا لا أكل لحم الحمير، هذه إشاعة من الملوك الذين تشكرهم. أن هذه العقلية التي أمامي لا يمكن أن تفكر بهذه العقلية إلا وأنت تأكل لحم حمير. أنت تطبل للمطبعين، بعت ضميرك، بعت ضميرك. لا أطبل. أو طلع واحد قال لك أنا أحب إسرائيل، ما سمعتوش من روكي يا أخي مشاعر طز فيه. أنت تطبل لهم. أنت تطبل للكيان الصهيوني فقط. أنت هو القادر وليس بومدين. تطبيل ولا شيء. الكيان الصهيوني بينكم وبينهم صلة رحم. إذا المغاربة طبعوا، ما عندنا حتى علاقة بالكيان الصهيوني. أنت من تملك العلاقة بالكيان الصهيوني. كيانين ليس بيننا. أصلا نقول لك حاجة، الجزائر كبيرة مهما شفت كلبت عليها الكلاب. حبوب سد المايك أجان لأنك بدأت تشوش. شوف، أنت كيان، أنت لست أمة، ما فيش لك جذور. أنت كيان صنعته فرنسا. أنت هذا العسكر اللي أنت بتشوفهم وهذا الشكل اللي هو الجزائر، علمك كله صناعة فرنسية. كيان نفسك مثل الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني كيان مو دولة. هل يستطيع الواحد يقول لي إن إسرائيل دولة أمة؟ لا، دولة لقيطة ليس لها أثر. أنتم صنعتكم فرنسا وأولئك صنعتهم بريطانيا. حتى أول من اعترف بكم الكيان الصهيوني. شوف دليل على أنه يحبكم. من أوائل الدول الذي اعترفت بالجزائر الكيان الصهيوني الذي تسمى إسرائيل اليوم. أول ناس اعترفوا بك. فبينكم وبينهم، وهذا لحظة لا قد تفتحش الميكروفون، أنا بعطيك الوقت لأنه طولنا على الناس. بينكم وبينهم صلة رحم. صلة رحم، أنتوا وياهم كذا إخوة. لذلك ما تحتاجوا للتطبيع أصلا. التطبيع يكون بين الفرقاء.
أما أنتوا شيء واحد، كيانين مصنعين صنعتهما أوروبا، ليس إلا، ولا عندكم شيء. بالنسبة لبومدين أنا قلت قدر، وأصر هو تحديدا من بين العسكرة الجزائريين الذي حكموا الجزائر أقدر منه ما فيه، أقدر من بومدين هذا ما في أقدر منه. تعرف ليش؟ أنا لا تستطيع أن تصفني أنني قدر مثله. أنا لم أقتل أحد، ولم أهجر 350 ألف ليلة العيد بما فيه النساء، ولدنا فوق الناقلة، فوق الشاحنة وهي مسافرة. لم أغدر بمن أعطاني وأكلني وشربني. روح أنت، روح خذ نفسك، إذا تريد أن تعرف دناءة هذا بومدين وحقارته، اذهب إلى بركان، اذهب إلى بركان وشوف فين كان يأكل وفين كان يشرب، وكيف صلحوا بني آدم وكيف صلحوا رجال، وفي الأخير قلب عليهم ولا كأنه يعرف. اختم يا أخي في دقيقتين لو سمحت، لأنه طولنا على المتحدثين. تفضل. اوكي انت راك تقول الجزائر كيان صنعته فرنسا، نسيت الدولة الرستمية والدولة الحمادية والدولة الزيانية، هادو كل دول نسيتهم، انت تتكلم على الاخر، انت السعدية تخدم مصالح والسعدية المملكة. والمرابطين والموحدين اسمع، والمارينية. اصبر ها. خليني نتكلم، خليني نتكلم. لا لحظة، عشان تتكلم لي أفهم. على موريت، لحظة اذكر لي هذا الدول الذي عندك ما هي. خليني نتكلم. لا الدولة لحظة، ايش الدولة ما هي الدول التاريخية اللي قامت عندك ما هي؟ صح، الدولة الرستمية والدولة الرستمية. الزيرية. وقف. الرستمية هذه عاصمتها فين؟ آه. كانت عاصمتها في تيارت. فين؟ في تيارت. تيارت. ايوه، والثانية؟ نعم، الدولة الزيرية. الدولة ايش؟ الزيرية. الزيرية نعم. هذه نسبة الى الزير سالم ولا من هو هذا؟ بولوغين بنزيري. وهذه عاصمتها فين كانت؟ كانت في أشير في الجزائر. أشير. الزيرية، آه. أيوة. والدولة الحمادية في مسيلة. والدولة التبونية والدولة الشنقريح. خليني نكمل. أنت من أين تألف أنت؟ خليني نكمل. خليني نكمل. معليش الدولة نكمل. البومدينية والدولة الشنقريحية والدولة معليش التبونية. معليش نكمل. لا خليني تكمل يا أخي، نكمل. أنت قاعد تألف لك دول. أنا أول مرة أسمع بهذه الدول. يا ودي هذه الدول موجودين، انتم تنكرون التاريخ، الصنايبي وما يشبه ذلك. نعاود نكرر لك الكرة، أنت هو القادر في الحكاية، أنت مطبل لمطبعين عملاء للكيان يا عم انت الصهيوني، بتحكي عن زوايا مش يستقبلونهم دول، هذه زوايا مش دول. وينشدون نشيد وطنهم ويحبونهم باعترافهم. أنت مجرد مطبل زق، تأخذ فلوس هدايا كادوهات فقط لأنك تسب الجزائر. أنا ما طلعتش باش نتناقش معك، أنا طلعت باش نفهمك. أنا تاريخي كبير عليك. كان المراكشيات كانوا اسمهم مراكش وفاس قبل قدوم المستعمر الفرنسي 1912، أين جمع مراكش وفاس ونقلهم العاصمة من فاس للرباط، ودار الفرنسي المغربي ودلهم النشيد ليونس مورغان، وصنع هذه الدولة الوظيفية في المنطقة، وهي مسخ عن الدين الإسلامي، وكانت دائما مطالبين ضد المسلمين. هذه هي حكايتهم في دقيقة. كملت لك 12 قرن تاع مملكة كلها أكاذيب وترهات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة ريح الله. وحدك، شكرا لك يا أخي، شكرا لك. ريح سب وحدك، ريح. لحظة، شكرا لك يا أخي الكريم، بارك الله فيك. أنا أشكرك. إحنا شوف، هم المشكلة دائما يحشروا موضوع التطبيع. هذه مشكلة يا مغاربة. قفل يا شعيب، قفل يا شعيب. يا أخوانا المغاربة، أنتم عليكم الآن هذا المهمة. الآن النظام الجزائري يتاجر بموضوع التطبيع متاجرة خطيرة، ويقنع مثل هؤلاء. الآن فعلا الآن الكائن الجزائري يعتبر المغرب كلها متصهينة، صهاينة يهود متصهينين كلهم، من عند الملك إلى عند أصغر مغربي، وعلى هذا الأساس يتعاملون معكم ويتكلموا هكذا. حتى من يحب المغرب يصادرون علينا محبة المغرب، رغم أننا ضد التطبيع، وأشتبك مع المغاربة في التطبيع. يريدوا خلاص طبعات
طبعت المغرب يلا كرهها وسبها والعنها وشيطنها. لا، أنا أختلف مع المغاربة في موضوع التطبيع صافي. العيب إذا رأيتني أؤيد المغاربة في التطبيع، لن أؤيدهم إلى يوم الدين. ثم أنت لا ترى من المطبعين إلى المغرب. والله يا أخي تستطيعوا أنتم تحطوا كده أصابعكم في عين التبوني عندما يأتي يقول لك نحن عندنا مشاكل، يعني لا يمكن نفتح الحدود مع دولة مطبعة ولا يمكن نقيم علاقة مع دولة مطبعة. أنت عندك علاقة مع الإمارات وعندك علاقة مع مصر وعندك علاقة مع السودان وعندك علاقة مع كل المطبعين. إيش معنى المغرب؟ ثم أن قطيعتك وحربك على المغرب من قبل التطبيع. اللي يسمعه يقول والله إنهم غلقوا الحدود فقط في 2021 عندما تم التطبيع. لا يا أخي، أنت معاديهم من زمان، من 75 ومن قبل من بداية السبعينات، وأنت تعادي وتحيك وتنيذل وتتخيسس وتتعامل بخساسة ودناءة مع المغاربة. اليوم يجي يقول لك والله يا أخي أنا أفتح الحدود مع دولة مطبعة. لا 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 لا، ما أفتح الحدود. يصوروا للناس في الجزائر على أن هذا النظام الجزائري، حتى في فلسطينيين بقر، سامحني يا شعيب ويسامحوني إخواننا الفلسطينيين، في فلسطينيين متأثرين بهذا الخطاب الجزائري. إيش اللي ودى عبد الصمد ناصر من الجزيرة؟ تعرفوا أنه هذا الفكرة الذي فصل عبد الصمد ناصر فلسطيني متأثر بهذا اللوبي الجزائري، وأنه فلسطين وإحنا مع فلسطين وظالمة أو مظلومة. وتجي تدور ما الواقع، ما الفرق، ماذا فعلت أنت؟ يعني ما هو الشيء الذي نقول الملك محمد السادس ملك المغرب قصر فيه وأنت عملته أنت كجزائري كتبون؟ ما هو؟ أنا الآن أقول لك الآن فيما يخص القضية الفلسطينية على الصعيد الشخصي، وربما هذا الواقع يغضب الإخوة المغاربة، ربما هذا الطرح الذي سأطرحه لن يقبله. أنا أرى محمد السادس وتبون فيما يخص القضية الفلسطينية سواء، لا يهشوا ولا ينشوا ولا يفيدوا بشيء. الذي يتاجر عليه اليوم هو المغاربة الذين يجاهرون بالتطبيع، مثل هذا الأهبل اللي طلع يقول لك أنا أحب اليهود، أنا أحب إسرائيل. يا أخي وقالها لي واحد، والله العظيم قالها لي واحد، لا يا أخي اسعد ليش التطبيع؟ يا أخي أنا حمق على اليهود، أنا أتحمق على اليهود. أصحاب الطرح المغربي الذي يطرحون هذا الطرح، أنتم تقدمون خدمة على طبق من ذهب لهؤلاء الهمج التبونيون. إحنا نقول لهم أنت جزائري، أوكي، الشعب الجزائري لا تريد. أنا أتكلم عن الشعوب دائما، لا أتكلم عن الأنظمة عندي كلهم سواء، تبون الملك محمد السادس كلهم في السياسات الدولية وخصوصا التطبيع هم عندي سواء. تجي واحد يقول لي محمد السادس عمل وتبون ما عملوا شيء، كلهم سواء بكل الأنظمة العربية، ولا لو فيهم أصلا حفاظ على فلسطين لما ضاعت أصلا. هي ضاعتهم حكام أصلا. متى ضاعت فلسطين؟ هم ضاعت هؤلاء حكام على رؤوس الحكم. ما يضروا ولا ينفعوا في قضية. لكن في مستوى الشعوب أنا أرى الشعب الجزائري يحب فلسطين بالأمانة، والشعب المغربي يحب فلسطين، ولا أستطيع أن أميز بين الجزائري والمغربي في حبهم لفلسطين. أيش الذي فرق الآن؟ وهذا الكلام لازم يفهمه إخوان المغاربة جيدا، أنه بدأت أصوات ما يسمى بالتطبيع الشعبي الذي أنا أحاربه هو بشدة. بدأ المغاربة يقولوا أنا مع التطبيع، أنا أحب فلسطين، أنا أحب إسرائيل بالمفتوح. وصلت الجرأة يا جماعة، ما عندي وجهة نظر. عندما تأتي تقول أنا أحب إسرائيل، يا أخي هذا سقوط. إذا ملكك طبع لظروف سياسية، أنت ما الذي يجبرك؟ خليك يا أخي، خلي فلسطين في قلبك، لا تخلعها حتى لو طبع العالم كله. هذا الكلام يخدم التبونين. احذروا يا مغاربة، والله أقول لكم بصريحة، خليكم طبعوا، احنا بعيد. أنا أبرأ إلى الله من هذا التطبيع، أنا مغربي حر ضد التطبيع. خلاص هنا بتقطع الطريق على التبوني المتزلف الذي يجي يقول لك شوف مملكة التطبيع، يعمموا عليكم كلكم. أنا متأكد أن غالبية المغاربة ضد التطبيع.